السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي الشرطة المصرية اتأسست امتى؟ وليه تاريخ عيد الشرطة يوم 25 يناير؟ وامتى تم الاحتفال به لأول مرة؟ وايه علاقة الشرطة المصرية باللمبي بالتحديد؟ ويا ترى قبل 25 يناير كان عيد الشرطة امتى؟ وهي الشرطة أصلا كان لها عيد قبل كده ولا لأ؟ اهلا بيكم. انا نور عجلان وانتوا دلوقتي في بنك العلم. اتمنى لو استفدتوا اي معلومه من الفيديو ده تدعموني بلايك وكومنت، وما تنسوش تشتركوا في البنك عشان رصيدنا العلمي يزيد. هو في الحقيقه الشرطه المصريه قديمه جدا وموجوده من ايام الفراعنه، لدرجه ان في ناس بتقول ان الشرطه كانت موجوده قبل الشعب اصلا، يعني عملوا الشرطه الاول وبعد كده جابوا لها شعب تحكمه. في عصر الفراعنه بالتحديد كان في جهاز مهم جدا للشرطه، وكان فيه الشرطة المحلية وشرطة المعابد وشرطة حراسة المقابر والشرطة النهرية وشرطة للمناجم والمحاجر وشرطة بقى لجمع الضرائب. الموضوع طلع له جذور تاريخية. وكان فيه كمان شرطة التموين علشان تظبط الأسواق، ودي انقرضت دلوقتي زي ما انتوا فاهمين. وكان طبعا في حراسة للفرعون، لا وكمان كان في فعلا شرطة بتراقب حكام الأقاليم علشان تضمن ولائهم للفرعون. مش قلتلكوا له جذور تاريخية؟ في عهد الملك رمسيس الثالث حصل إن العمال عملوا إضرابات واعتصامات وطالبوا من رئيس الشرطة اللي هو يعتبر وزير الداخلية دلوقتي، يعني إن هو يسمع لهم، وفعلا سمع لهم وبعت مطالبهم دي للفرعون وصرف أجورهم المتأخرة. الجذور التاريخية عايزة مني إيه؟ وبعد سقوط الفراعنة ومصر وقعت تحت حكم البطالمة والرومان والبيزنطيين، ودور الشرطة ده اتلغى ومبقاش له أي أثر ولا أي قيمة. وده طبعا بيحصل في أي دولة بتحتل، اللي بيحكم هو المحتل، والملك والشرطة والجيش بيبقوا مجرد عساكر شطرنج في إيده. في العصر الروماني كان فيه نظام للشرطة، وكانت إدارتها في كل إقليم اللي هو دلوقتي المحافظة، يعني كان بيتم إسناد إدارة الإقليم ده ل2 موظفين رئيسيين، وبينوب عنهم موظف بيقوم بأعمال الأمن في كل مدينة وقرية تابعة للإقليم ده. أما بقى في العصر البيزنطي كان فيه موظف اسمه الحامي، كانت وظيفته حماية الفقراء من ظلم الأغنياء، ولكن في أوقات كتير كان الحامي ده بيظلم الفقراء وبينصر الأغنياء بعد ما بياخد الرشوة، ومن هنا طلعت كلمة حاميها حراميها. وبعد الفتح الإسلامي لمصر سنة 641 ميلادي رجع جهاز الشرطة تاني يبقى ليه أهمية، ودي فرضتها الظروف علشان تنشأ دولة إسلامية قوية تواجه الحروب والاحتجاجات اللي بتحصل في الدول اللي بيتم فتحها. وفي خلال الحكم الإسلامي الشرطة الإسلامية خدت أكتر من اسم، يعني في وقت الخلافة الراشدة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اسمهم العسس، وبعد كده في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه بقى اسمهم الشرطة، لأنهم كانوا بيلبسوا شريط على إيدهم علشان يميزوهم عن المواطنين، ومن هنا جت كلمة الشرطة. وبعد كده بقى اسمهم الغافر والبصاصين والعسكر وأصحاب الأخبار. كل دي أسامي اتسمت لرجالة الأمن في خلال الخلافة الراشدة. وفي العصر الأموي بقى اتوسع معاوية بن أبي سفيان في إضافة وظائف جديدة للشرطة، وكان أول حاكم مسلم يحط إدارة خاصة لحراسته الشخصية بسبب الصراعات على الحكم، وبالذات بقى إن قبل منه تم اغتيال 3 خلفاء، سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم جميعا. وعلشان كده الشرطة في الخلافة الأموية كانت أداة لتنفيذ أمر الخليفة، وفي أوقات كتير كانت رتبة قائد الشرطة دي فيها شيء كتير جدا من العظمة، لدرجة إن تولاها بعض الأمراء والولاة. يعني مثلا سنة 110 هجري، وده بيوافق تقريبا سنة 728 ميلادي، اتعين خالد بن عبد الله على ولاية البصرة وجمع معاها منصب صاحب الشرطة. أما بقى في العصر العباسي فالدولة بدأت تبني سجون من بيت المال علشان تحط فيها المجرمين وتولت الانفاق عليهم، والقاضي ابو يوسف اشار على الخليفه هارون الرشيد ان هو يجيب للمساجين بدله في الصيف وبدله في الشتاء. والدوله العباسيه بالتحديد كانت حريصه جدا ان هي تعين اصحاب الشرطه من الناس المثقفه والمتعلمه واللي بتتميز بالتقوى ومتفقهه في الدين. بيقول ابن فرحون في كتابه تبصره الحكام ان ابراهيم بن حسين مره مسك شاهد زور فامر بضربه 40 ضربه بالصوت وحلق دقنه ودهن وشه بالزفت ولففه في الشوارع
والعيال وراه بتقول هذا جزاء شهادة الزور، اللي هي بالبلد بتاعنا بكرة من ده بقرشين. أما بقى في الدولة الطولونية فما لحقوش يغيروا حاجة، لأن هي استمرت 35 سنة بس، من سنة 868 لحد سنة 905 ميلادي، وبعدها رجعت مصر تاني تحت الخلافة العباسية مباشرة. وبعدها جت الدولة الإخشيدية وما طولتش برضه، جت سنة 935 وقعدت لحد 968. وفي الدولة الفاطمية في عهد الحاكم بأمر الله اتعمل أول جهاز للشرطة السرية، وكان معظمه من الستات. وأنا أقول القذافي جاب الفكرة دي منين؟ كان الجهاز ده بقى اسمه أصحاب الأخبار، وكانت شغلانة تنفع جدا مع الستات بصراحة، أصلها شغلتهم. وكان الهدف منه كشف خفايا المتآمرين على السلطة وحفظ الأمن. وطبعا ده كان بيتم من خلال تجنيد فتيات الليل، وبيقولوا اللي بيسمعوه أتاري صلاح نصر ما كانش مبتكر يعني. الكلام ده كان سنة 1000 ميلادي بالظبط، وتم حل الجهاز ده في عهد الخليفة المستنصر بالله، اللي هو حصلت في عهده الشدة المستنصرية تقريبا كده. النسوان تابت ودعت عليه. وفي الدولة الأيوبية الوضع ما اختلفش كتير عن الدولة الفاطمية. وبمرور الوقت وفي عصر المماليك جهاز الشرطة بقى ليه دور مهم جدا في البلد، وما كانتش مهمتهم ساعتها حفظ الأمن وبس، دول كانوا بيبنوا القناطر والكباري والعماير ويعملوا الميادين ويشرفوا على حفر الترع وبيجمعوا الضرايب. شرطة الظاهر كامل بيبرس الوزير على كده صح؟ واختفت صيغة صاحب الشرطة في عصر المماليك، وبقى اللي بيتولى مهام الشرطة اسمه الوالي أو والي القاهرة أو والي المدينة أو صاحب العسس. وفي عهد العثمانيين بقى كانت الشرطة اسمها الانكشارية، ورئيسهم كان اسمه أغا الانكشارية، وكانت متقسمة 7 فرق اسمها الوجقات، ونائب الأغا كان اسمه كتخدة. ونيجي بقى لاستيلاء محمد علي على مصر سنة 1805. محمد علي أسس ديوان الوالي علشان يظبط الأمن في القاهرة، وخلى لازغلي وكيل عليه، وهو اللي بدأ تنظيم الشرطة المصرية من دوريات ليلية وصباحية، وهو كمان اللي أنشأ جهاز المطافي، وعمل كمان نظام رجالة المباحث اللي كانوا بيتنكروا في هدوم البياعين علشان يعرفوا أسرار الجرائم، بالبلدي يعني المخبرين. وكانت الشرطة في الوقت ده بتضم جنسيات إيطالية وسويسرية وإنجليزية. وبعد كده تم إنشاء قوات الجندرمة اللي هم جنود من النبلاء وبيكونوا مسلحين. وبتاريخ 28 أغسطس سنة 1878 تم إنشاء أول نظارة داخلية مصرية، وكان مجموع الموظفين فيها 96 موظف بس، وكان الناظر وقتها مصطفى رياض باشا، واستمر في منصبه ده شهر واحد بس، وكان هو نفسه رئيس النظار يعني رئيس الوزراء. واستمر استعمال كلمة ناظر الداخلية لحد ما قامت الحرب العالمية الأولى سنة 1914، وبريطانيا أعلنت الحماية على مصر، وساعتها اتغير اسمها من وزارة الداخلية لوزارة الداخلية، والاسم ده استمر لحد دلوقتي. وسنة 1896 تم إنشاء أول مدرسة للبوليس، ودي كلمة لاتينية أصلها يوناني، وظهرت في مصر لأول مرة، ويقال إن هي بترجع للأصل المسيحي لكلمة بوليس اللي هو الشخصية الشهيرة في الديانة المسيحية. وتم إنشاء أول مدرسة لإعداد ضباط البوليس في عنبر صغير في سكنات عابدين، علشان يعني يوفروا العدد الكافي من الضباط اللي هتحتاجهم الداخلية علشان تقوم بالمهام المكلفة بيها. واختاروا 16 طالب بس من طلبة المدارس الابتدائية، وما كانش بيشترط في الطلبة اللي هيتقبلوا الحصول على مؤهل دراسي معين، وكانت مدة الدراسة 5 شهور بس، بيدربوا الطلبة فيهم شوية تدريبات عسكرية ويدلقوهم بعد كده في الشارع. وسنة 1898 حطوا شرط الحصول على الشهادة الابتدائية لدخول مدرسة البوليس، وزودوا مدة الدراسة لسنة كاملة، وأضافوا كمان للدراسة العسكرية دراسة القانون. وفي نهاية العام الدراسي كان بيتم امتحان الطلبة قدام لجنة بيتم تشكيلها من رجال القضاء والإدارة. وسنة 1899 نقلوا مدرسة البوليس لمباني إدارة أسلحة ومهمات ببولاق،
علشان المدرسة الأولى بقت ضيقة ومش هتساع كل الطلبة، وعملوا الطلبة عنبرين، واحد للأكل وواحد للنوم، غير أماكن التدريب والدراسة. وسنة 1901 بقى دخول المدرسة بمصروفات دراسية 30 جنيه في السنة، وبعد كده رفعوها ل50 جنيه. وسنة 1904 تم وضع نظام جديد بناء عليه بيمنح الطالب الحاصل على البكالوريا اللي هي الثانوية العامة، يعني أول ما بيتخرج بياخد رتبة ملازم أول. بعد كده تم تطوير مدرسة البوليس وزيادة مدة الدراسة من سنة لسنتين، وكان أي طالب معاه شهادة أقل من البكالوريا بيتخرج برتبة ملازم تاني. وسنة 1906 اتنقلت المدرسة لتاني مرة للقلعة، واتنقلت تاني في نفس السنة لسرايا شريف باشا. وبتاريخ 5 إبريل سنة 1914 تم تعيين حسين رشدي أول وزير للداخلية. ويوم 9 مارس سنة 1919 الشعب المصري قام بثورة ضد الاحتلال الإنجليزي. وفي 21 مارس سنة 1919 جه بقى الجنرال إدموند الأليمبي اللي احنا حرفناه للليمبي، جه كمندوب سامي على مصر، وبدل ما يهدي الناس ويشوف مطالبهم عمل العكس خالص، وطغى وقتل ناس كتير قوي من الشعب المصري السائر ده. وقتها اهل بورسعيد عملوا دميه عروسه يعني على شكل الجنرال ادموند الاليمبي وحرقوها في وسط الميدان. ومن وقتها وهو عرف متعارف عليه بيعملوه اهل بورسعيد ليله شم النسيم. يعني ليله شم النسيم بيجيبوا دميه للجنرال وكل حد انجليزي بيحرقوها، وفي ناس شغلها مخصوص هو صناعه العرايس دي وبالنسبة لهم موسم. وسنة 1924 اتولى سعد زغلول وزارة الداخلية لما شكل الحكومة الوفدية بجانب رئاسته للوزارة، بس سابها بعدها بسنتين بس، يعني سنة 1926. ونيجي بقى للسؤال، امتى بدأ عيد الشرطة؟ وليه تم اختيار تاريخ 25 يناير علشان يكون عيد للشرطة؟ في الحقيقة هو تخليد لذكرى موقعة إسماعيلية سنة 1952 اللي راح ضحيتها 50 قتيل و80 جريح من رجالة الشرطة المصرية على إيد الاحتلال الإنجليزي. والكلام ده كان في 25 يناير سنة 1952 بعد ما رفضوا تسليم سلاحهم وإن هم يخلوا مبنى المحافظة ويسيبوه للاحتلال الإنجليزي. وكان من الضباط دول النقيب صلاح ذو الفقار اللي هو الفنان صلاح ذو الفقار بعد كده. وتم إقرار الأجازة الرسمية دي لأول مرة بقرار من الرئيس المصري السابق حسني مبارك تقديرا لجهود رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن والاعتراف بتضحياتهم في اليوم ده. وتم الإقرار بيه لأول مرة في فبراير 2009 واحتفلوا بيه مرة واحدة بس سنة 2010. والسنة الثانية يوم 25 يناير حصلت الثورة وجريوا في الشارع، فشتان بين اللي بيحتفلوا وبين اللي كانوا سبب الاحتفال. المهم نكمل. سنة 1953 تم تخريج أول دفعة من البوليس النسائي في اسكندرية، وكانت أول دفعة كونستابلات من 3 بنات بس، أسماء أحمد ونعمة حسن وعطيات محمد خليل. وسنة 1975 اتحولت كلية الشرطة لأكاديمية الشرطة، وبقت كلية الشرطة فرع من فروع الأكاديمية، ومنها كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومعهد بحوث الشرطة وكلية التدريب والتنمية ومدرسة تدريب كلاب الحراسة. في 2010 قيل إن أكاديمية الشرطة حصلت على المستوى الثالث في العالم من حيث الترتيب العلمي والتدريبي، وقيل على المستوى العربي، ولكن ده مجرد كلام مرسل مفيش عليه أي دليل لأنه منشور في الصحف المصرية بس. وخلص موضوعنا لحد كده، وأتمنى تدعموني بلايك واشتراك وكومنت حلو زيكم كده، وبس كده، والسلام عليكم.